في المباراة ريال مدريد لم يستطع بناء أي هجمة، كانت هناك قوة لمانشستر سيتي أيضا في عملية افتكاك الكرة، ولم تكن بخشونة، كانت بطريقة سلسة وبطريقة رائعة جدا. هذا يدل على أن كما قلت أن عندما ينجح المدرب الكبير، عندما ينجح في إقناع اللاعبين بالادوار الجديده، وهي ليست في اختصاص دي بروين ليس من اللاعب الذي مختص بافتكاك الكره، لكن صحيح. السن يساعده، غوندوغان السن ايضا يساعده، برناردو سيلفا، رودري، كل هذه اللاعبين ايضا ساعدهم ايضا تغيير مركز ستونز واراحه رودري كان طوال المباراه يخرج بالكره كما يريد. نعم. يخرج من المنتصف يوزع على الاطراف. كانت هناك فرق كبير في النسق، ريال مدريد لم يستطيع مواكبة نسق المباراة، وهذا أظن راجع أيضا إلى عامل السن. ريال مدريد هذا السنة عانى رغم أنه فاز بكأس إسبانيا ثم فاز بكأس العالم للأندية، لكن أظن بأنه عانى في الدوري، وكما عانى في الدوري عانى اليوم أمام السيتي. أظن بأن ريال مدريد الموسم الماضي حامل اللقب، الكل كان يقول أن ريال مدريد لازم أنه يدعم صفوفه، لازم يعزز صفوفه على الأقل. شوف فرق الجودة، فرق التغييرات. صحيح. 3 لاعبين دخلوا في السيتي، محرز، فودين، ألفاريز. من دخل في ريال مدريد؟ من هو المهاجم اللي ممكن يدخل في الشوط الثاني بدل كريم بنزيما؟ من هم اللاعبين اللي في وسط الميدان اللي ممكن يعوضوا مودريتش وكروس؟ أظن بأن كان هناك اعتقاد لدى ريال مدريد أنه ممكن يكمل موسم فيه تقريبا 50 مباراة و55 مباراة بنفس اللاعبين، ولذلك عانى ريال مدريد ولم يكن جاهزا. خسارة كبيرة لريال مدريد، وصول ثاني لمانشستر سيتي، وفرصة جديدة أمام غوارديولا ليفوز بهذا اللقب مع فريق غير برشلونة. أكيد مبروك لكل محبي مانشستر سيتي، لأنه صراحة فريق ممتع، فريق مميز، فريق عنده مشروع بني منذ سنوات. صحيح أنه لم أخفق دائما في ثم النهائي وفي ربع النهائي ثم في النهائي مرة، وهذه المرة الثانية يصل إلى النهائي مع غوارديولا. خسر أمام تشيلسي نهائي فيما قبل. الآن أظن بأنه وصل إلى مرحلة النضج اللي وشفنا أداؤه المميز، لم يترك الفرصة لريال مدريد. اليوم أظن بأنها كانت مباراة السيتي ضد كورتوا ولم تكن ضد ريال مدريد. ريال مدريد لم يكن حاضرا، ريال مدريد لم تكن له القدرة على مواكبة نسق مانشستر سيتي. أولا نظرا الزاد البشري الموجود للسيتي للمشروع، ثم لقراءة سليمة للمدرب. أظن اليوم إذا نبدأ بالقراءة السليمة، أظن بأن أنشيلوتي لم تكن قراءة سليمة. الحين من السهل احنا نقول الآن لأن بعد الخسارة، صحيح. لكن الكل كان يتوقع أن إذا أردت أن تجاري مانشستر سيتي عليك أن ترفع من معدل الركض والجري، ومعدل الركض معروف، هذا واضح من ناحية الإحصائيات أن مانشستر سيتي لديها معدل الركض عالي جدا. لذلك فكان كان ممكن أفضل مما كان بدخول من البداية روديغرز، من لعب سواء مودريتش أو كروس، بإعطاء الفرصة لكامافينغا أو تشواميني في وسط ميدان لكي يكون هناك معدل ركض أكبر وأعلى لريال مدريد. لذلك فكان هناك، حتى شفناه في الأهداف، كانت هناك أيضا سذاجة، كان هناك أيضا غياب تام عملية افتكاك الكرة. مش ممكن أنك تلعب في الوقت الحالي بدون أن يكون عندك لاعبين مميزين في عملية افتكاك الكرة. كرة القدم لازم أولا تفتك الكرة، لأن إذا الفريق الخصم امتلك الكرة لطيلة 90 دقيقة مش ممكن أنك تسجل أهداف، وهذا ما شاهدناه من السيتي. نعم، السيتي كان يستعيد الكرة بشكل جيد. يوهان كرويف كان يقول دائما ما دامت عندي الكرة فهي ليست لدى الخصم، لن أستقبل هدفا، لن أستقبل هدف، أو أنا هو الخطأ. شوف هذا الهدف الأول، هذا الهدف الثاني هذه الفرصة التي صدها كورتوا. هذه الفرصة اللي شوف
التنوع أيضا في الهجمات. مانشستر سيتي قادر على تسجيل عن كرة ثابتة، كرات عالية. في المجال الهوائي عندهم لاعبين مميزين. شوف هذه الكرة وسط 3 لاعبين كامافينغا، مودريتش، كروس، الكل يتفرج. دخول من العمق يعني، ولاعب أسهل الطرق. لاعب أقصر لاعب في المباراة هو من سجل أهداف. كرة القدم ليس كرة قدم ذكاء، كرة قدم إحساس، ابتكار، كرة إحساس، تغيير الوظائف، تغيير المراكز، أشياء مميزة لدى مانشستر سيتي. مشروع مهم، مشروع رائع جدا لغوارديولا. صحيح أنه في السنوات الأخيرة تفلسف في بعض الفترات وأضاع الفرصة على السيتي، لكن أظن أنه بحضور هالاند هذا الموسم أظن كان هناك إضافة كبيرة جدا لمشروع السيتي ومشروع غوارديولا. تحدثت عن هالاند لم يسجل في الذهاب، لم يسجل في الإياب، كان لديه فرص سهلة حتى أمام المرمى وأضاعها. تصريح ناري لمدرب مان سيتي. السلام عليكم عشاق كرة القدم، المرجو الاشتراك في قناة كرة لايف وتعليق يحفزنا ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. رفض الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التقليل من حظوظ منافسيه ريال مدريد في تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالرغم من التعادل الذي خرج به مساء الثلاثاء، إلا أن الميرينغي فريق له إبداع كبير في المسابقة القارية. وتعادل فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات ذهاب الدوري نصف نهائي للنسخة الحالية من مسابقات دوري أبطال أوروبا 2022-2023. وقال بيب غوارديولا في تصريحات لشبكة BT سبورت: عندما كنا أفضل سجلوا، وعندما كانوا أفضل سجلنا. وأضاف عن لقاء العودة: الأمر يتطلب الكثير، إنهم جيدون للغاية ولديهم خبرة كبيرة ولكننا متماثلون. ورد على سؤال الجميع الذين توقعوا أن يدمر مان سيتي ريال مدريد، حيث قال: من الجميع؟ هل تعرف مع من نلعب؟ هل تعرف عدد الألقاب التي لديهم في دوري أبطال أوروبا؟ هذا ليس خطأي، إنك إن اعتقدت أننا سوف نفوز ب6-0 فهذا شأنه. كما قال: سوف نحاول تعديل شيء ما بحيث تكون المباراة أكثر مرونة واللعب بإيقاع أكثر بقليل. جاء هدف المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 من عمر المباراة لصالح ريال مدريد قبل أن يعادل النجم البلجيكي دي بروين في الدقيقة 67. وتأهل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارل أنشيلوتي للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسيه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه في الإياب على ملعب ستانفورد مع عقيل البلوز. فيما حجز مان سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مقعده في نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة متفوقا على بايرن ميونخ في مباريتين ب4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه وسط جماهيره في الذهاب ب3 أهداف دون مقابل قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب. وتقابل الفريقين وجها لوجه في 8 مرات سابقة في دوري أبطال أوروبا. حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل 3 انتصارات للسيتي، بينما انتهت مباريتين بالتعادل بينهما. وخاض الميرينغي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتوج بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في مدينة إشبيلية. في المقابل نجحت مان سيتي في الخروج بنتيجة إيجابية مع الفريق الملكي، ظنا منها أن مواجهة الإياب التي سيتم استضافها على أرضهم يوم الأربعاء 17 مايو سوف تكون لصالحهم. وتسلح الفريق الإنجليزي بالهداف النرويجي المتألق هالاند الذي نجح في تسجيل 51 هدفا خلال مشاركته
في 46 مباراة بجميع البطولات مع السيتي هذا الموسم. ويملك مانشستر سيتي فرصة ذهبية للفوز بثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث يتنافس على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي. ويعتبر مان سيتي قريبا للغاية من الحفاظ على اللقب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري، على الرغم من المنافسة القوية من نظيره الأرسنال، حيث يتصدر رجال غوارديولا الترتيب برصيد 82 نقطة. كما نجح السيتي في التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي، حيث يلتقي مع جاره مانشستر يونايتد في الساعة 5 مساء في تاريخ 3 يونيو المقبل بالعاصمة البريطانية لندن. وتقابل الملكي والسيتي وجها لوجه في 8 مرات سابقة خلال دوري أبطال أوروبا. في رأيكم حسب المعلومات المذكورة وحسب خبرتكم في كرة القدم من سوف يتفوق في هذه المباراة؟ شخصيا أرشح ريال مدريد. أولا أنا من عشاق الملكي، ثانيا الملكي لديه قوة خارقة خلال دوري أبطال أوروبا، ثالثا إنني أحب الفريق الملكي. لا تنسوا دعمنا بزر لايك، اشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء.